تبلبيل راه نايض في التحكيم المغربي، اتهامات من هنا وهناك. صراحة بزاف ديال الاتهامات كنشوفو في الفيسبوك، جميع الفرق. كاين اللي كيقولك لا هاد الفريق هو اللي عنده مشكل ديال التحكيم، الرئيس ديالو عطا الرشاوي. كل واحد شنو كيقول، بزاف ديال الاتهامات وبزاف ديال الاطراف، مازال ما عرفناش الحقيقة، وبعض الصحافة كتنشر ما عرفناش الصراحة الحقيقة. كاين فقط غير اشاعات وصافي، ما بغيناش نهضروا على هادشي. نهضروا على الواقعة اللي وقعت اليوم ديال ان الفيفا كيعطي الحكم لصالح جاي هيرفي لاعب الرجاء الرياضي، وغادي يلعب مع الرجاء. تبقى مسألة واحدة، هي واش غادي توافق العصبة الاحترافية لكرة القدم على تأهيل اللاعب للرجاء. صراحة ما فهمتش علاش الفتح الرياضي دارت القضية مع الرجاء. اللاعب صافي بس ما خداش المستحقات المالية، من حقه انه يغادر الفريق. بغاو يشدوا العكس مع الرجاء باش ما يلعبش هاد المباريات القادمة. هادشي اللي كاين دابا. حكمت الفيفا باش الفتح تعطي واحد شي 111 مليون بحال هكاك للاعب، المستحقات ديالو. ايوا المهم هذا هو اللي كاين. فيما يخص خبر اخر، اللاعب المغربي لانه دار واحد القصيده شحال هادي واحد 4 سنوات تقريبا. الحكم جاه اليوم انه غادي يتحبس لمدة سنة زائد غرامة مالية تقريبا واحد 18 مليون مغربية تقريبا بحال هكا، ولا 20 شي 13 الف جنيه استرليني، اللي داير تقريبا 14 درهم بحال هكا. قول المهم 19 مليون بحال هكا. هذا هو اللي كاين. ما تنساوش المهم دعمونا بجيم واشتراك، وشكرا لكم.